أهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله. حكايتنا اليوم بعنوان حارس المقبرة الذي خان الأمانة. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلدة صغيرة عاش العم عامر مع زوجته وأولاده، وكان رجلا محبوبا من الجميع، يبيع الحلوى والسكاكر للأطفال. وبهذه المهنة البسيطة والقليلة الدخل تمكن من إعالة أسرته، وأيضا اهتم بأولاده وأدخلهم المدرسة، وتمكنوا من تحقيق أعلى العلامات حتى أصبحوا شبابا، وكل واحد منهم يحلم بتحقيق ما يطمح إليه. أصبحت متطلبات الأولاد كثيرة، والعم عامر لا يجني الكثير، فالدراسة تحتاج إلى كتب ومراجع غالية الثمن، وأيضا أولاده يحتاجون ملابس أحسن مما لديهم، لأنهم يدرسون في الجامعة، ومعهم أبناء المدراء والأغنياء، ولم يكونوا راضين عن مظهرهم. ولكل هذا طلبت منه زوجته البحث عن عمل آخر يدر عليهم أموالا أكثر لتتحسن معيشتهم، وأيضا لتلبية طلبات أولادهم. بحث العم حامد عن عمل آخر ولم يجد، فهو لم يعد شابا صغيرا، بل رجلا متوسط العمر، وفرصه في العمل قليلة. وفي يوم من الأيام كان جالسا مع جاره، فتبادل أطراف الحديث، وأخبره أنه في حاجة لعمل آخر لأن ظروفه صعبة. وهنا أخبره جاره أن البلدة بحاجة لحارس مقبرة، لأن حارسها القديم مات. تردد العم عامر من هذا العمل، فلم يكن يخطر بباله أن يشتغل حارسا للمقبرة، ولكن جاره أخبره أنه عمل سهل وراتبه مغري. عاد العم عامر إلى بيته مساء، وأخبر زوجته بما جرى، ففرحت كثيرا وشجعته على قبول العمل، لأن راتبه مغر، الأمر الذي سيحل مشاكلهم المادية. وبعد إلحاح من زوجته وافق على قبول العمل. وفي الصباح ذهب إلى المسؤول عن منحه العمل وتحدث معه، واتفقا على الراتب وعلى كل شيء. بدأ العم عامر عمله، خاف في بادئ الأمر وخصوصا في الليل، ولكن مع مرور الأيام اعتاد على عمله وأحبه، ووجد راحته مع الموتى، فلا أحد يضايقه. وعند نهاية الشهر استلم راتبه الأول، وفرح به فرحا كبيرا. ومر الشهر الثاني والثالث، وهكذا تحسنت أحواله وأحوال عائلته، ولكن دوام الحال من المحال. في إحدى الليالي كان جالسا كعادته في المقبرة، بجانبه إبريق الشاي، وفجأة دخل شخص إلى المقبرة واتجه ناحيته. وقف العم عامر ورآه آتيا، فسأله: من أنت؟ وماذا تفعل في هذا الوقت هنا؟ فسلم عليه الشخص الغريب وطلب الجلوس للحديث معه، فجلس وعرف عن نفسه وقال: كيف حالك يا عم عامر؟ أنا أدعى يحيى، ومهنتي طبيب. استغرب العم عامر وقال: وكيف تعرف اسمي؟ فقال الطبيب مبتسما:
أنا أعرفك وأعرف كل من في البلدة. فسأله العم عامر: وماذا تريد؟ فقال الطبيب: أريد منك أن تسمعني جيدا ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار قبل أن تفكر مليا. فقال العم عامر: قل ماذا تريد؟ فقال الطبيب: أنا طبيب وأحتاج إلى جثة أموات لكي أعمل عليها بعض التجارب المخبرية وأدرسها لطلابي. فقاطعه العم حامد قائلا: ماذا؟ هل جننت؟ ما الذي تطلبه مني؟ فقال الطبيب: هدئ من روعك واسمعني جيدا. أنت ستكسب مبلغا كبيرا من المال مقابل كل جثة آخذها منك، وستساهم أيضا في تعليم الطلاب ونجاحهم. قل لي، ما الفائدة من بقاء الميت تحت التراب؟ ولكن إن أعطيته لي فسوف يستفيد منه العديد من الطلاب، وأنت أيضا ستتحسن أحوالك المادية المزرية. هنا وقف العم عامر وقال له: قم من هنا ولا تأتي مرة أخرى. ولكن الطبيب طلب منه أن يفكر في الأمر، وسيرجع إليه بعد 3 أيام ليأخذ موافقته. ذهب الطبيب إلى حال سبيله، وبقي العم عامر يفكر في كلامه وقد شغل باله. وبعد تفكير طويل اقتنع بالأمر. وفي صباح اليوم التالي كان قد اتخذ قراره بالموافقة التامة، مقتنعا بما قاله الطبيب. بعد 3 أيام عاد الطبيب إلى زيارة العم عامر وسأله عن قراره، فأخبره أنه موافق، وأراد معرفة المبلغ الذي سيأخذه مقابل كل جثة. فأخبره الطبيب بالمبلغ الذي صدم العم عامر من سماعه، لأنه مبلغ كبير لم يكن يحلم بامتلاكه يوما. وهكذا اتفقا. فأصبح الطبيب يحضر لأخذ الجثث، والعم عامر يأخذ الأموال ويضعها في صرة من الملابس كانت لوالدته المتوفية، ولا يسمح لزوجته بالاقتراب منها. وعندما سألته زوجته عن المال الذي أصبح يجري بين يديه، قال أن أهالي الموتى يعطونه مالا ليهتم بقبور موتاهم وينظفها بشكل منتظم. فاقتنعت الزوجة المسكينة بكلامه، فأصبح أولاده يأكلون أشهى المأكولات ويلبسون أبهى الملابس، وكل طلباتهم مجابة. ولكن الله يمهل ولا يهمل. في يوم من الأيام كان العم عامر ذاهبا إلى السوق الأسبوعي للبلدة، ومر بجانب مزرعة رجل ثري، وكان باب المزرعة مفتوحا، فخرج منه ثور هائج قام بمهاجمة العم عامر وأرداه قتيلا. وصل خبر موته إلى زوجته وأولاده وأهل بلدته، فحزن عليه الجميع، لأنهم لا يعرفون حقيقته ولم يروا منها إلا طيبته وحبه للناس. وعندما أرادوا دفنه أحضرت زوجته صرة ملابس والدته المتوفية، وطلبت منهم دفنها معه، لأنه كان يحب والدته كثيرا ويحتفظ بملابسها. فقاموا بدفن الصرة معه، وهم لا يعلمون أنها مليئة بالنقود التي جناها من بيع الجثث. وبهذا مات معه سره، وأيضا لم ينتفع لا هو ولا عائلته به، لأن الأموال التي جناها هي أموال حرام، وكان هذا جزاؤه
وجزاء خيانة أمانته. إلى هنا تنتهي حكايتنا أحبتي في الله، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم، وإلى حكاية أخرى بإذن الله. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا لتتوصلوا بجديد حكاياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.